المشاركة القادمة ضيوفنا الكرام مع الشاعر سعيد بن جابر المدلشي، وليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. أولا نهنيكم بحلول عيد الفطر المبارك، وكما أتقدم بالتهنئة لابن عمي الملازم خالد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في حياته العملية والعلمية. ولا يفوتني أن أبارك لابن عمي خالد بن عوض على حصوله على بواردي ذي مستور. طبعا هي شيلة في الشيلة، وإن شاء الله بإذن الله الصوت يساعدني. يا بن عوض خالد ويا نعم الاسم، اصعد على القمة وعادتك الصعود. اليوم يومك ذا وذا يوم الحسم، المركز الأول لك وترقى سنود. عوايدك قسمك ما هو بيا قسم، علم به اللي ما درى قل له ركود. على البيارق يا ولد عمي واسمك وخلق الله على فعلك شهود. والبيرق تزيد فخر واقسم قسم، مثل ما نفخر في فعايل بن سعود، مثل ما نفخر في فعايل بن سعود. والمشاركة أقول أسرج بيوت القصايد والمشاعر حية، شاعر من روس قوم وفلقات القاني. تفخر أبيات القصيدة والمفاخر ليه، وافتخر فيكم أطوع عاصي القيفاني. ما تزين أبيات شعري واجمل القافية، غير في اللي فعلهم وقت اللزوم يباني. والوفاء والطيب خصلة ما هي بعادية، ترفع الرجال وتحطه مكان ثاني. والنشدته للوفاء والطيب مراعيه والمروة والكرم، واللي يتحمي العاني. قلت ذي مدلش رجال محتمين الهية، حي ذي مدلش ليا دارة رحل ميداني. قلت ذي مدلش رجال محتمين الهية، حي ذي مدلش ليا دارة رحل ميداني. قبل تاتي للبشر يوم القيامة جاية، قامت قيامة على رؤوس العداء والجاني. من فعايل بطشهم جت في العدو مارية، بطشهم في المعتدين يشيب الولداني. وانت يا خالد نصتك بيوتي الشعرية، يا ذخر نسل الشيوخ معرب الجداني. دونك الأرواح ترخص بين ذي وذية، فالقسى قبل الرخايا المحزم الملياني. وسلاماتكم المعذرة على القصور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.